اهلا، انا ال هنقارن دلوقتي بين حاجتين، الانسان الداخلي والانسان الخارجي. الانسان الداخلي هو الاعداد الانساني للممثل. انت كلام كتير فيه لخبطه. انسان داخلي وانسان خارجي، حاجه جوه وحاجه بره. اللي جوه ده هو الحقيقه، هو اللي بيحصل جوانا، المشاعر، الروح. الاعداد الخارجي او الانسان الخارجي هو الاداء والافعال الخارجيه اللي بتبان للناس. الانسان الداخلي مش بيبان للناس، الانسان الخارجي هو اللي بيبان للناس. الانسان الداخلي ده هو اللي بيبان لينا احنا، الانسان الخارجي بيظهر اللي في الانسان الداخلي ده للناس. الناس الساذجين في التمثيل بينسوا الانسان الداخلي ويمسكوا الاداء او الحاجه الخارجيه ويبتدوا يظهروها وخلاص، من غير ما يكون في اصل يخليهم يبينوا الحاجه دي صح. فالاعداد الاساسي لازم يكون للانسان الداخلي، بعد كده الانسان الخارجي هيظهر لوحده وبشكل سهل قوي. الانسان الداخلي هو الحقيقه، هو اللي لما بنجهزه صح بنتوحد مع الشخصيه، وكده الانسان الخارجي يبقى سهل قوي يظهر، لان كده الاعداد الاساسي موجود. بس الاثنين مهمين، لان انا لو ركزت على ده بس، على الانسان الداخلي بس، هفقد، انا هبين الشخصيه ازاي بشكل فني. لو ركزت على الشكل الفني بس ونسيت الانسان الداخلي هبقى جاف من غير اي افعال تخليني فعال للناس يتفرجوا على المشهد بتاعي يقولوا الله انا اتأثرت، او يتغيروا بسبب ادائك. فاهم؟ من غير الانسان الداخلي مفيش تأثير، مفيش فعالية. الانسان الداخلي هو اول تفاعل ليك، الانسان الداخلي هو اول تفاعل ليك. بعد كده التفاعل التاني اللي لازم يحصل جواك، اللي لازم يحصل فيك، هو الانسان الخارجي. مع الوقت هيبقى الموضوع سهل، هيبقى الاعداد الداخلي بيوري على طول الاعداد الخارجي. يعني اقصد هتقدر تربط الاثنين ببعض بشكل سهل. لما بنتمكن من الانسان الداخلي، الانسان الخارجي بيكون سهل جدا. انا باي.